يا هلا والله، السلام عليكم. أنا ريفو. طبعا هذه مشكلة تمارا بالدفع تقريبا تطلع للكثير منهم، اللي هو من نص رمضان وهي تطلع هذه المشكلة. كلمت تمارا قالوا تمارا إنه من البنك، كلمت البنك قالوا إن المشكلة مو من عندنا، فكل واحد يرمي مشكلته على الثاني. ولكن بعطيكم أسباب هذا الشيء. يا إنه عملائكم إيميلهم ما وثقوا بتمارا، يعني لازم يدخلون تمارا بعدين اللي هو معلومات الحساب الشخصي فيتأكدون إذا الإيميل موثق أو لا. فكثير عملاء لما كنت أدخل، أو كثير ناس لما يجون من القناة ويسألون، لما أدخل حسابهم تمارا يطلع إنه ما وثق الإيميل، أو إنه يكون مثلا ولد بس حاط الجنس اللي هو أنثى، وهذا غلط. ولازم تحط بياناتك بشكل صحيح وكاملة. فتأكدوا من بيانات عملائكم، قولوا لهم هذا الكلام، أو أنتم بنفسكم قولوها. أو إنهم يتأخرون بتسديد الدفعات، فيصير تمارا يحط على ملفه نقطة سوداء قبل لا يدخل بلاك ليست، فيصير بعض المواقع ما تفتح عنده ولا يقدر يطلب منها فيتكروش. فالمشكلة هذه ممكن إنها تكون من العميل نفسه. ثالث سبب إن المشكلة من تمارا نفسها، فعلا تكون من تمارا نفسها. فعملاء يضبط معهم وعملاء لا، من نفس المتجر. يعني متجري في عملاء يضبط معهم دفع تمارا، وعملاء لا ما يضبط معهم. فهنا نقول إن المشكلة يا إن من العملاء أو من تمارا. يعني هنا متجري ولله الحمد ما في أي إشكالية. إذا صارتك هذه المشكلة ومتجرك شغال وفي ناس يقدرون يطلبون من تمارا، فلا تخاف، المشكلة ما هي من متجرك نهائيا. طيب الحل بشكل مؤقت، وجربته مع كذا شخص. لما يجي يدفع مع تمارا، هو لما تدفعون مع تمارا يطلع لكم هنا أبل باي، صح؟ لا تحطون خيار أبل باي، خلوهم يحطون خيار اللي هو مدى. فيصير يحط بيانات بطاقته اللي هو وجه وقفة، ويصير يدفع مع تمارا اللي هو بطاقة مدى أو فيزا، مو أبل باي، لأن أبل باي هي فيها إشكالية مع تمارا أساسا. هنا الحل الثاني، يحذف حسابه من تمارا القديم ويسوي له جديد، أو يطلب منه حساب أحد من أهله وهو يقصدهم. الحل الثالث عاد شكوى الله يا أخوان. مو معقول كل يوم يجيني كذا شخص وأقول له يا أخي أنا ما أقدر أحل المشكلة هي من تمارا نفسها. فبعضهم ما يستوعبون، يحسبوني أصرفهم. أقسم بالله يا ناس إن المشكلة من تمارا، أنا ما أقدر أحلها. يعني لو بقدر أحلها أبكذب عليك؟ ما بكذب عليك، بالعكس أنا المستفيدة إني بساعدك، وأنت خلاص تصير عميل دائم لي. ولكن المشكلة أنا ما أقدر أحلها نهائيا. فهذه هي الأسباب، وهذه بعض الحلول إن شاء الله أنها تفيد. وإن شاء الله عاد تمارا يتلحلحون ويسوون لنا حل، لأن المشكلة كثير يحسبوننا من متاجرهم، هي ما هي من متاجركم، هي من تمارا نفسها. وبس، لا تنسون لايك والاشتراك، وأشوفكم بالمقطع الجاي. مع السلامة.